بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انت يا جماعة قبل ما ادخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بمشاركة على قناة على اليوتيوب انجكشن العالمي. طبعا النهارده اللعيبة ماشية بمبدأ المنشطات هتخلينا نجري في الماتشات، اللعيبة ماشية بمبدأ التمويل هتخلينا نجري على طول. امبارح حصلت بيج اكسيدنت، حادثة كبيرة بتصريح كابتن احمد شوبير ان في لعيب كان بينضم لمنتخب مصر عنده مشكلة في تعاطي المنشطات. كان عنده مشكلة الأول واتحلت، ودلوقتي رجعت في مشكلة تانية في المنشطات، فبناء عليه ما انضمش لمنتخب مصر أو في مشكلة، ويجب لازم يكون فيها حل وقرار سريع اتجاه اللاعب. طبعا المشكلة النهاردة يا جماعة، الكلام اللي أنا بقوله من فترة إن اللاعيبة بتسهر إلى آخره، واللعيبه بتقعد في الكازينوهات والكافيهات والكلام ده كله. المفروض يبقى في تشيك اب على الحاجات دي، يعني في يعني مراجعه اللعيبه ان كانت بتشرب او ما بتشربش او الكلام ده كله. لان طبعا النهارده اما لعيب يبقى بيلعب في منتخب مصر وانت تيجي تبص تلاقي في مشكله في تعاطي المنشطات او الكلام ده كله، يبقى احنا كده مقصرين ومقصرين بشكل سلبي، وحاجه مش كويسه وشكل لا يليق بالكره المصريه. الفكره كلها النهارده، آه الحمد لله والشكر لله، كل الكلام اللي انا بقوله الحمد لله بيطلع في النصاب يعني الطبيعي، وبيطلع صح. الفكره كلها بس ان انتوا يعني او الناس بشكل عام او بشكل خاص او افراد او بعض الافراد بتحب الزيطه، وبتحب طبعا ال ان الناس اللي تتكلم في الكلام الفارغ الى اخره. النهارده يا جماعه انا بكلم حضراتكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اللي انا بقوله لك ده هو الصح. ليه بقى؟ لان انا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى، وما دام انا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى يبقى انا مش هديك الا المعلومه الصحيحه فقط لا غير. لا محتاجين نطبل لحد ولا الكلام ده كله زي ما بنشوف في الميديا، ولا محتاجين ندي افيه او جمله عابره او الكلام ده كله. يعني النهارده الجزئيه اللي احنا هنتكلم فيها المنشطات. المنشطات هتجرنا في الماتشات، المنشطات اجرناها في الماتشات. الفكره كلها النهارده يعني عايز بس افهم ليه انت كراجل لاعب دولي او الكلام ده كله، ليه انت يعني مشيت في التراك ده ومشيت في السياق ده ان انت عايز تلعب، وانك تحت تاثير المخدرات او المنشطات او الله اعلم، ما دام بتاخد منشطات ممكن تكون انت بتشرب حاجات تانية، والعلم عند الله. فالنهارده يعني التصريح اللي الكابتن احمد شوبير قاله ان النهارده في لاعب بينضم لمنتخب مصر عنده مشكله في المنشطات، ومش هيقول اسمه اللي كان عنده مشكله المنشطات في منتخب مصر. إيه، وانا بقول له الكلام ده غير مسموح يا احمد يا فتوح، تمام، او يا احمد يا فتوح الكلام ده مش مسموح. لا تمشي وتسيب الباب مفتوح. الفكره كلها النهارده ان انت يعني انا مش فاهم، انت راجل بتلعب في نادي كبير وراجل بتلعب منتخب مصر، ليه المنشطات وليه الحاجات اللي هي بتخلي يعني في جدل وفي بلبله وفي كلام كتير ولغط الى اخره. النهارده يا جماعه لازم كل الانديه تشيك على الكلام ده. يعني النهارده احنا بنتكلم في موضوع الحلقه، لازم النوادي تشيك على الموضوع ده، ولازم يكون في قرار رادع في الحاجات ديت، ما يكونش الموضوع استثنائي. يعني اللاعب ممكن بيشرب معسل، بيشرب شيشه، مخدرات بكل انواعه، ممكن ياخد ستروكس شابو، هيدرو، ياخد الكرة ينطق بقى على دماغه وعلى صدره، واحنا قاعدين خريانه مدريانه، راح فين يا زفه خديني معاكي لف. فالمشكله يا جماعه ان الكلام ده مش هينفع، لانه تجاوز الحدود. يعني الكلام ده تجاوز الحدود. احنا النهارده يعني مش فاهمين الدنيا رايحه فين يعني ايه منشطات، يعني مش فاهم. يعني احنا ما كناش بنسمع الكلام ده الا في الاولمبياد في العدائين وبتوع الاحمال والكلام ده كله. انما انت راجل كراجل لاعب كره، يعني المفروض الحاجات دي ما تبقاش يعني ازاي؟ مش فاهم. يعني ليه النهارده احنا وقعنا في الفخ ده وعملنا النهارده دايره كده وسؤال والنهارده خلينا الناس تفكر بشكل سلبي مين هو اللاعب اللي كان عنده مشكله. احمد فتوح في المخدرات او في المنشطات عفوا. فده مرفوض، يعني جمله وتفصيل. يعني الكلام ده مفروض ومرفوض بتاتا، ان ده ما يليقش يعني بان انت راجل بتلعب
باسم منتخب مصر. ده الحاجه اللي انا اقدر اوصلها لحضراتكم. ان لعيب بيلعب باسم منتخب مصر فلازم يحافظ على الجزئيه ديت، ولازم يحافظ على الشكل ده. يعني احمد فتوح، المنشطات ما ينفعش تاخدها عشان انت راجل بتلعب باسم منتخب مصر. انت النهارده راجل، لو النهارده جيت الناس عملت تحاليل واثبت ان التحليل ايجابي، المفروض انك تشطب من الكوره، علشان ده الطبيعي. يعني ده الطبيعي ان انت تشطب من الكوره. الفكره ان انا يعني حاجه صدماني انا على المستوى الشخصي ان انا اتكلم فيها، وان بدل ما نطلع بنتكلم في الكوره والكلام ده كله، بنتكلم على لاعب بيتعاطى المنشطات علشان يقدر يلعب كوره. مما يؤدي ان احنا بقى خلاص كلنا يعني بدأنا نقرأ الكرة بشكل اوفر يعني. تمام. ان للاسف احنا فكرة ان انت عايز تاخد خبر من واحد هايف وقاعد يهلس عمال على بطال، عمرك انت ما تستفيد. انا بقول لك على المفيد ان المفروض الانديه تراجع الكلام ده اول باول، ويكون في مراجعات، ويكون على طول يعني التحاليل بتاعه المنشطات دي تكون على طول كل فتره وفتره، شورت وقت قصير يعني. تايم شورت وقت قصير، ان هي تشيك على الحاجات دي عشان خاطر ان احنا يعني نتوخى الحذر من الكلام ده. لان احنا كده يعني لا انا مش فاهم. يعني النهارده اللعيبه كلها بقى ما دام اللاعب ده بيتعاطى المنشطات، يبقى اللعيبه كلها بقى تمشي في نفس السياق ده. فدي مشكله. نتمنى بس ان الحاجات ديت ما تزيدش عن حدها، لان ده مأثر علينا ومأثر على الشكليات ومأثر على منتخب مصر. وانتوا شفتم اما احنا خلاص ده وطفح بينا الكيل، وما عدناش عارفين نتكلم في اي جزئيه، علشان خاطر ان اللعيبه تركز في كره القدم فقط لا غير. اللعيبه اللي ماشيه بمبدأ المنشطات هتخلينا نجري في الماتشات. اللعيبه اللي ماشيه اديك بوسه تقول على الكوسه بسبوسه. اتمنى ان موضوع الحلقه يكون نال اعجاب حضراتكم، واتمنى ان حضراتكم تدعموني بمشاركه على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي. وما تنسوش كلمه السر انجكشن مستمر. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.